السلام الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بألف خير. اليوم جبت لكم زوج حكايات متابعين صح يخوفوا ما تراطوهمش فريمون. الحكاية الأولى تاع مرأة دارت السحر للإنسان اللي تحبه باش يولي يحبها وصرات معاها الكارثة. والحكاية الزوجة تاع جزائري راح لتونس مع أصحابه وصرا فيهم العجب. بالك تكونوا سمعتوها في القناه ديالي، مي لازم تشوفوها صوت وصوره. جست الاحباب اللي يقولوا لي اسكو هاد الحكايات صح ولا ماشي صح. هاد الحكايات يحكوهم لي ديزابوني، وشحال من مره دخلت يعني الناس في القناه وهما حكاو بالصوت ديالهم، يعني ماشي حتى انا تاع انستغرام ما على بالهم. تما انا لي زابوني يحكيو لي على اساس قصص حقيقيه، وانا نجرب يعني نحكيها لكم بطريقه ممتعه. هذه هي. يلا نبداو في الحكايه تاع اليوم بلا ما نطول عليكم. ما تنساوش تخلوا جيم وتابوني وهكذا نزيد لكم الحكايات. ويلا عندي لكم سؤال الأحباب، واش قادرين ديروا على انسان حبيتوه بزاف؟ اسكو قادرين تتخلاو على نفسكم، على مبادئكم، وحتى على دينكم على جال انسان تخلق لكم؟ هذا واش رايحين نشوفوا في الحكايه الاولى. هذه صاحبتي نعرفها من اللي كنت صغيره، سكننا في باتيمون واحد، كبرنا كيف قرينا كيف، والصراحه كانت اقرب انسان ليا. ما كنتش متوقعه باللي الطفله اللي اعتبرتها اختي تقدر تعمل واش راح نحكي لكم. في 2016 كنا انا وصاحبتي اتوديونت في لافاك، درنا لا ميم سبيسياليتي وكنا قراب لبعض لدرجه ما تتوقعوهاش. ديما نروح عندها للدار وتجي ليا، سورتو كو هي الطفله الوحيده في دارهم، تما كنت نروح عندها بزاف. مي 3 موا بعد لا رونتري يونيفرسيتير صاحبتي عرفت واحد يقرا في لافاك ديالنا، وكيفاش نفهمكم ضربت عليه هبله تاع الصح، تقولشي جامي حبت انسان كيما هو ولا لها هوس. غير تنوض صباح ربي وتبدا تعيط له، تبدا تجري موراه في لافاك. المشكل انه السيد ماشي كامل سامع بها، تقولشي ما تكزيستيش، يعني ما جاتوش في القسطو ولا ما عجباتوش، الله اعلم. المهم ماشي سامع بها. حتى الطفله قريب ما هبلت، واذا صح التعبير نقدروا حتى نقولوا بلي هبلت. تخيلوا ولات ما تاكل ما تشرب ما ترقد، يعني صح والو. انا خفت عليها بزاف. هي قالت لي ما تخافيش راني صبت لها حل. انا قلت واش هذا الحل اللي يخلي راجل يشوف فيها؟ قالت لي تشفي على فلانه اللي قات معنا العام اللي فات. قلت لها نشفلها. قالت لي راهي دبرت لي ادريس تاع طالب هنا في الجي وابارامون متمكن بزاف. انا ما نكذبش عليكم تشوكيت صح، كيفاش هذه طالب وصاحبتي تصلي وتخاف ربي؟ انا من الخلعه بديت نعيط عليها، قلت لها هبلتي يا مخلوقه، واش من الطالب هبلتي؟ حتى في دربه صاحبتي قالت لي خرجي من داري، اذا انتي اختي وما تفهمتيش المعاناه ديالي خرجي من داري ما نزيدش نشوفك. مي والله العظيم من الحب ليها قلت ما نخسرهاش. اصلا قلت لازم نكون معاها باسكو ما على باليش واش قادره دير في عمرها، يعني طفله ماهيش عندها كل قواها العقليه. تما راحت عند هذاك الطالب وقالت له فوالا لازم يحبني ونعطيك السومه اللي راك حبها. وكما قلت لكم هي الوحيده عند والديها لاباس بهم. مي الطالب قالها تجيبي لي اي حاجه تخصو، تصويره شعره اي حاجه. من المشكل سيكو ما عندها حتى حاجه ديالو، باسكو قلت لكم غير تقرب ليه هو يهرب، يعني ما عندها والو، وحتى تصوروا ما يحطهمش في لي ريزو سوسيو. طالب قالها معليش انا ندبر راسي، وطلب عليها 10 ملايين وعطاتهم له. 10 ملايين، تخيلوا 10 ملايين. من بعد كي قالت لي 10 ملايين قريب مهبلتها الصح، كيفاش تمدي 10 ملايين لانسان ما تعرفيش؟ المهم دى عليها دراهم وقال دوكا صبري شويه. مي جازو يامات اسابيع شهور وما كاين والو، حتى السيد ولا يتهرب منها كتر وكتر، والطفله يا ودي زادت هبلت كتر وكتر. كل نهار تروح عند الطالب وتقولوا يا ودي ما كاين والو، هو يقول لها اللي ما عطاتيني والو محوايجو، الحاله راح تاخذ وقت. حتى جازوا 4 شهور بالضبط، وهنا عاودت رجعت عند الطالب لكن لسبب مختلف اسمه مليح. رحت لعنده وقالت له دير لي انا باش نولي نكرهه، باسكو لو كان نكمل هكذا نكمل مع حياتي. انا هذا الشيء كامل ما قالتهوليش تمتم، وحتى الطالب وتخلع. قالها جامي دومونديو لي حاجه كيما هكذا، ما تخافيش اعطيني 5 ملايين وحوايجك وروحي. هي على كل حال دوكا ما عطاتنيش تفاصيل تاع واش دار لها. المهم الطفله دخلت للدار وكملت في الهوس ديالها، تعيط له الحاله، وانا نشوف صاحبتي مهدمه وما قادره نعمل شيء. مي سمانتين بعد ما راحت عند الطالب ولاو يصراو معاها صوالح بزاف بيزار. لو كان ما شفتهمش بعيني والله العظيم غير نكذب. خطره كنا داخلين اللافاك حتى تلاقينا معاه، وهنا الطفله دخلت في حاله هستيريه ولا تعيط وتقول اعوذ بالله، وحنا ما فاهمين والو. خبطاتو بواحد الكتابات كانت رافدتهم، حتى ايماجينيو فتحت له فمه.
العياط، دمومات في كل حاله، وهي مازالها تعيط وتقول ادوني منا، راني رايحه نموت ادوني. ديتها ديريكتومون للدار وقلت لها واش بيك غير الخير واش صرالك؟ قالت لي شفت راجل ما عندوش وجه، شفت وجهه ممسوح وجاي من البعيد يجي لعندي باش يضربني. قالت لي ما شفتيش. قلت لها لا هذاك السيد يا ودي راهو فلان، تضلي تبعي فيه وضربتيه. انا غير نطقت اسمه طفله حكمتني مشعر ولا تمسح بيا الارض من الكوانه للكوانه، وانا بديت نعيط ماشي فاهمه واش راه صاري، حتى جاتي مات الطفله وسلكتني من يديها وانا نقولها يا مهبوله واش بيك هبلتي صح خلاص. وفي الضربه ولات تبكي وتقول لي سمحي لي ملي كي قلتي اسمه حسيت قلبي تزير ورايحه نموت تاع الصح، ما تزيدوش تجبدوا لي عليه. هذيك الليله ديسيديت نبات معاها باسكو خفت كش ما دير في روحها، يعني من حبي ليها نخاف عليها اكثر من نخاف على روحي. حتى حسيت شوط انسان راهو ينازع قدامي، ما على باليش كيفاش نفهمكم، شوط انسان راهو مريض ولا راهو مضرار وقاعد ينازع. حتى نصيبها قاعده فوق الفراش ومقابله الحيط وقاعده تهضر يعني وتقول لا غير هو لا وقاعده تخبش في روحها وتقول غير هو لا. انا بقيت ساكته من الخوف، ما على باليش اذا تصرى لكم تالمون تخافوا حتى تحسوا روحكم يعني وليتو باراليزي. وبعد واحد دقيقتين جاني الكوراج، قلت لها واش بك يا حبيبتي غير خيرك كش ما خصك كش ما نجيب لك. هنا دارت ليا وقالت لي سكتي دوكي سمعك. قلت لها شكون انا وحدنا؟ حسيت روحي في فيلم، والله العظيم حسيت روحي في فيلم. قالت لي الصوت اللي راهو في راسي او يقول لي ديري صوالح ماشي ملاح سكتي. بدات تعيط والحاله وانا تبانيكيت. قلت لها واش ندير؟ نجيب امبولانس واش ندير؟ وهي تقول لي راني نشوف فيه، امنيني راني نشوف فيه مهبلش. حتى في ضربه شفت شوط خيال جات في الكوتي، اسكو شفتو صح ولا تخيلت على واش راه صاري؟ ما نقدرش نقول لكم اكزاكتومون. كاينه برك حاجه غريبه، انا كي شفت في هذاك الخيال صاحبتي شافت يعني في نفس المكان في نفس الوقت. مي اسكو انا شفتو صح ما نضمن لكمش. من الخلعه قلت لها يا اختي سمحي لي لازم ندخل للدار، ودخلت على 2 تاع الصباح. غد من داك ديسيديت نروح عند هذاك الطالب. ايماجيني وانا رحت عند هذاك الطالب تالمو خفت على صاحبتي، لو كان شافوني دارنا والله يقتلوني. دخلت لعنده وبديت نحلل فيه، قلت له ما على باليش واش درت لها، بصح لو كان طفله تكمل هكذا باينه بلي راحكش ما دير فرحه. هو قاعد يقول لا دبروا راسكم، لا خلصتوني انا خاطيني. وبديت نحلل فيه حتى قال لي اوكي اعطيني 3 ملايين نبطل لك السحر. انا ما نكذبش عليكم ما كانش عندي دراهم كما صاحبتي، مي كانت عندي واحد لاغورميت شاتها لي ماما كي جبت الباك، تسمى يعني بعتها دت له دراهم وقال لي روحي وتهني دوكا. صاحبتي دارت السحور باش انسان يحبها، وانا درت السحور باش نسلك صاحبتي. على بالي واش درت حاجات تري غراف، خفت عليها صح، قلت بالك نتوب وربي يعني كابابل يسامحني. مي صاحبتي لو كانت تموت واصلا ما درتش حاجه غراف، بطلت السحر برك. صاحبتي كملت في هذيك الحاله لمده سمانه هكذاك، سمانه وهي تتخبط تشوف صوالح تنوم نامت بيزار، كون معاها حتى في ضربات تبدا تشوف الكوانه وتقول لي راه هنا. مي بعد هذا الشيء تحسنت بزاف، وهذاك الراجل بدل لافاك، ما على باليش اذا على جال صاحبتي ولا جوست بدل سبيسياليتي ولا فاك. ومالغري نحبها ونعزها وحطيتها اختي وفرحانه انها تحسنت، الا انه لليوم مازالني ندمانه على اللي درته. ويعني صارحتها قلت لها درنا حاجه فريمون غراف، ومام هي ندمت بزاف وسقمنا بزاف محولنا وتقربنا للدين اكثر وكثر، والحمد لله لليوم مازلنا صحابات. هاد الحكايه صارت عندها 7 سنين، الوقت صح يجي سبحان الله. وهذه هي حكايتنا. نعاود نسقسيكم الحباب، واش قادرين نديروا على انسان حبيتوه بزاف؟ وين راهي لا ليميت تحبكم مليح؟ ان شاء الله تكون عجبتكم الحكايه الاولى، ويلا نجوزوا للحكايه الزوجه. انا اسمي عبدو وعندي 3 صحابي بخوش بزاف، يعني قاع داخلين ديار بعضنا بعض، واصلا والدينا يعرفوا بعضهم بعض، ما تقولش عائله تاع الصح. كل عام كي يقرب الصيف ندو كونجي ونخرجوا، كل عام وين نروحوا. وهذاك العام ديسيدينا نروحوا لتونس، تما رحنا وكلينا اون سويت فيها شامبر كبيره وشامبر صغيره. كنت انا وصاحبي امير وصاحبي بلال نرقدوا في لا شامبر الكبيره، وصاحبنا الرابع وليد يبات وحده باسكو يحب يرقد بكري. تما شفاو كاين عبدو امير بلال ووليد 4 صحاب. الليله الاولى جازت بيان من الضحك والحاله، كنا نسهروا برا ومن بعد كي ندخلوا لوطيل نزيدوا نسهروا شويه ومن بعد نرقدوا. واحد صاحبنا بلال كان يهترف بزاف، يعني يهدر كي يكون راقد، لكن في الليله 3 دخلنا شويه بكري وقاعدين نقصروا، ومن بعد بدينا نضربوا بالضحك يعني غير باش نقصروا.
صاحبي بلال اللي يهترف بزاف كي يكون العقد ضارب يعني هكا شويه باليدين مع امير، وامير طيحوا وبدينا كامل نضحكوا. ايا بلال قال له راك تضحك اما لعس روحك في الليل دوك تشوف. امير وحنا حسبنا باللي بلال يعني راه يتمسخر برك. رقدوا كامل مي انا ما قدرتش نرقد يعني طار عليا نعاس. تما درت كيتمان درت لا ميوزيك غمضت عينيا وراني غايس. كي نحيت الكيتمان وشفت في لا ديريكسيون تاع الصوت نصب بلال قاعد يجي في امير. رحت نجي نسلكهم ومزيه فقت باسكو لحقت على امير في دقيقته الاخرى يعني كان حيد تخنق. كي شفت باللي امير الحمد لله سلك وراه يتنفس نورمال درت عند بلال بديت نعرشلو قلت له شبيك هبلت حبيت تقتلو. مي انا رماركيت باللي عينين بلال ما همش نورمال وبدا يشوف فيا ويضحك. هذا بلال نعرفو من اللي كان في عمره 10 سنين يعني باينه باللي مش الانسان اللي يقوم بهذا الشيء وان بلوس دو سا يضحك. انا قلت سيغمون كش ما قاسو مي خلي غدوه صباح ما نقولوا له والو ونشوفوا. عاودنا رقدنا وانا قلت الامير رقد وانا نعس يعني خفنا نكونوا راقدين وكش ما يدير. كيما كان الحال بتنايض حتى طلع الصباح وناضو كامل. ما حبيناش نهضروا ني انا ني امير على واش صرا، قلنا بالك هو وحده يعني يفهم ويجي يهضر. مي بلال هضر معانا نورمال وهضر مع امير شوط ما صراشي. حكمت يعني بلال في لوكوتي قلت له ارواح قلت له واش بيك البارح في الليل صح نتضاربوا نتمسخروا بصح ما تلحقش وين يعني نتقاتلوا بعضنا. غير قلت له هكذاك بلال استغرب قال لي وشنو. عييت نسيستي باش يتفكر مي هو قاعد يقول لي البارح كنت عيان ورقدت وما فطنتش حتى الصباح. وكما قلت لكم بلال نعرفه مليح تما نعرف وقتاش يكذب وقتاش يقول الحقيقه. قلنا اوكي هذا الليله تبان نعاود نحطوه في نفس لا سيتوياسيون ونشوفوا اذا يعني كيفاش راح يكون. حق الليل وعاودناها وامير عاود طيح بلال مي هاد الخطره بلال ولا يضحك. قال له هاد الخطره بصحتك انا وليت نعيا ملي تزوجت. وانا انتقت وقلت له انت من وقتاش تزوجت اصلا. هنا بلال قاعد يشوف فيا بواحد لا فاصون بزاف بيزار وقال لي ايه مزوج وبوحده شابه وما كاش اللي يوصل لها ولا يقدر يشوفها. انا تمشغت بديت نفهم درت ديريكت من رقيه في لا تلفزيون وزدت للصوت وهنا بلال بدا يتخبط ويتعوج. بلال قال لنا حبسوا الرقيه راهم كاينين هنا الاف تاع جنون ولو كان ما تحبسوش الرقيه ما تندموش بلوتو تندموا. قال لنا حبسوا ولا كامل رايحين تروحوا فيها حنا دمنا جمد ولينا نقولوا واش نديروا واش راح يصرى. ايماجين لو كامل نتركبوا وخفنا في لو روتور نديروا كش اكسيدون ولا سورتو كو رانا في تونس ماناش في بلادنا. توضينا وحسنا نفسنا وغد من داك حكمنا طونوبيل ودخلنا للجزائر. وغير دخلنا ما نسيناش بلال وبدينا يعني نسيو نداوو فيه حتى بدا بلال يدير بيديه علامات واحد من ممالك الجن ويضحك على الراقي ويقول له يا ودي راك تعب في روحك برك يعني الراقي تعب وبلال لا. وكان بلال شحال من خطره يكون يمشي عادي حتى يتغاشى في ضربه ما قدرناش نعرفوا ما نباوش به اذا مسحور ولا مركوب. تاخطركت نمشي انا وياه حتى جازت لاكس ديالو. انا بديت نقصر معاه وقلت له بلال راهي جازت الحب الاول ديالك. وقال لي وين راهي. قلت له كيفاش يا ودي هذه وين راهي قدامك. التم سكت وقال لي اليوم نتهلا فيها. اي جاز ويا مات وسمعنا باللي الطفله دارت اكسيدون وماتت بالرغم انها يعني كانت تمشي بالعقل. انا كي حكينا للراقي قال لنا باللي فيه جنيه عاشقه ومن ملوك الجن تسمى صعيبه بزاف باش تخرج. وقعدنا معاه ومعاه حتى عامين باش خرجت. عامين تخيلوا. لحقت وين كنا نديرولو دي جروب تاع الرقات بالربعه الخمسه يرقولوا في ضربه. ومن هذه نقول لكم خطره على خطره رقوا روحكم وما تبعدوش على الصلاه. هذه الحكايه الزوجه الاحباب ابارمون صاحبو تحسن بزاف وربي يعاودو في العامين اللي راحوا له ان شاء الله. ادرا كيفاش راكم صافا ان شاء الله طريقه السير تكون عجبتكم باسكو الحكايات ما يعجبوش يعني يخوفوا. وكيما على بالكم الاحباب هالوين قرب وبالرغم من انه من امنوش بهاد الصوالح تاع هالوين والحاله الا انه يعني الجو ديالو تاع الرعب بزاف يعجبني. تما خممت نحكي قصص رعب لمده 5 ايام في نهايه شهر اكتوبر يعني قصص رعب حقيقيين ومعروفين. قولوا لي رايكم في لي كومونتير اسكو حابين ندير هكذا. كي العاده الاحباب خلوا لي رايكم في لي كومونتير ما تنساوش تخلوا جيم تابونيو ونقول لكم سلام.